لو بتتعلم برمجة فلازم تعرف الفرق ما بين التلاتة دول، بحيث إنك تقرر أنت عايز تبقى إيه، أي واحد منهم: الكودر، الديفلوبر، السوفت وير انجينيرنج. بالنسبة للكودر فبيضطر إن يبقى في حد فوقيه إن هو يخليه يعمل أجزاء معينة من الكود في مشروع. الديفلوبر اللي ممكن فعلا يمسك مشروع بشكل كامل لوحده، ولكن بيبقى مقتصر، بيبقى مجرد عارف فريم ورك، عارف مثلا هو داتابيس، وبيعمل كل المشاريع اللي بتطرح قدامه وبعض الأدوات الثابتة اللي هو متعلمها. نيجي بقى للسوفت وير انجينيرنج، وده بيبقى أوسع، بحيث ان هو بيقرر على اساس الحالة. بمعنى اللي هو انا مش باك اند بقى جانجو بس، لا. بمعنى انت مثلا في شركة ناشئة، لسه عندها فكرة، فجبت سوفت وير انجينيرنج. الوضع اللي فيه هيبقى كالتالي: اول حاجة، الفكرة اللي انت مثلا بتعملها، هل كسبت مصداقية ليها وخلاص الأمور استقرت، ولا لسه بتغير ولسه بتجربوا أكتر وأكتر وأكتر؟ لو احنا بنتكلم في الحالة اللي هي التجربة الكتيرة، لأن لسه احنا بنعمل حاجة اسمها فاليديشن الأيديا، بمعنى تأكيد إن الفكرة بتاعتنا ناجحة، فنستخدم فريم ورك زي جانجو، بحيث إن هو في الإيتريشن، بمعنى في التغيير، مقبول وسريع جدا. ولكن لو احنا بنتكلم في نقطة حاجة زي وصلنا لنقطة الاستقرار والمشروع طموحه كبير، وممكن نستخدم حاجة زي اس بي دوت نت، اللي على أساسها مناسبة للمشاريع المستقرة اللي بتكبر على سكيل كبير. الفرق ما بين النقطتين دول كبير جدا، بحيث ان انت لو انت مجرد مثلا عارف انك ASP دوت نت وفقط هنا بقى عقلية الديفلوبر، وقدامك حالة زي دي ستارت اب، في تغييرات سريعة أوي بتحصل، فإنك تطور مشروع على أساس الفريم ورك ده، فأنت بتقتل الجزء الخاص بالبيزنس، وفعلا بتعمل مشاكل للأشخاص اللي هم جايبينك ليهم أكتر من فوائد، بحيث إن الفريم ورك مش مناسب للحالة خالص. ولكن لو اتعاملت بجانجو، تمام، الموضوع هيفرق. وفي نقطة تانية، في ناس كتير متعرفش إن بالنسبة لحوار الباك إند ومعظم الفريم ورك، فهي الأساسيات فيما يخص عقلية الباك إند واحدة. في كام كومبوننت في أو كام جزئية في كل فريم ورك مشتركين نسبيا، ولكن في بعض الحاجات خاصة بكل فريم ورك، اللي هي على أساسها الفريم ورك اتعمل علشان يحل مشكلة ما كانش في فريم ورك تاني. تمام. فهنا بنيجي لنقطة إنك وقت ما أنت فعلا مثلا بيجي قدامك مشروع وبتشوف ان الحالة المناسبة ليه فريم ورك معين، حتى لو انت مش متعلمه، ولكن انت عارف ايه الاجزاء المناسبة اللي انت هتروح تدور فيها: حوار الراوتينج، حوار ازاي تربط بالداتابيس، حوار كل الكلام ده. فحتى لو هنا استخدمت انت الذكاء الاصطناعي، فانت وانت بتستخدم الذكاء الاصطناعي انت عندك العقلية اللي على اساسها بتشوف الاجزاء اللي انت عارفها وبتبحث في الدوكيومنتيشن والى ذلك. فاللي عايز اوصله في الفيديو ده هو بكل بساطة، هو ده السوفت وير انجينيرنج، واللي انا من رايي لازم يبقى هدف كل واحد، بحيث في العصر الحالي الاشخاص اللي هم بيبقوا ديفلوبر عارفين اداه واحده بيتسمى، او هم بذات حد بذات نفسهم بيبقوا مجرد ادوات في مشاريع. بمعنى انا في مشروع معين، بعد ما خلاص اتقرر ان ايه الفريم ورك المعين اللي هم عايزينه في الشركه، بيجيبوا الاشخاص اللي هم بيحطوهم كتروس عشان يمشوا الجزئيه دي. ولكن لو انت حطيت نفسك في انك انت تبقى سوفت وير انجينيرنج، فانت وقت ما هتروح انت اللي هتقرر وهتشرح وتتكلم، زي ما انا مثلا كنت بتكلم من شويه: الحالة، الوضع اللي عندكم واحد اتنين تلاتة، فاللي على أساسه تضمن إنك أنت بالنسبة سواء للشركة تكمل معاهم، لأنك هتتأقلم مع حسب وضع الشركة. فبالتالي أنت حاجة غالية بتقرر وتأسس على أساس البيزنس اللي هم جايبينك فيه، مش مجرد بعض الحاجات في حالة معينة وقت ما يفكروا إنهم يغيروا هتلاقي نفسك تقول أنا مش عارف غير الحاجة دي، فخلاص إحنا مش محتاجينك معانا. على عكس السوفت وير انجينيرنج اللي عنده المرونة وبيركز على عقلية المجال والوضع وبيقرر على الأساس ده. وحتى لو انت وصلت كمان، لو انت كان الهدف بتاعك كفريلانس، هتبقى أفضل، بحيث انك انت هيديك فرص وإمكانيات أكبر، بحيث ان شوف النقاش، العميل مش فاهم فيما يخص التكنولوجي، مش فاهم ده ليه وده ليه وده ليه وده ليه، فيضمن، فهو اللي يفرق معاه حوار التكلفة، حوار السرعة، حوار كذا حوار كذا حوار كذا، على أساس الوضع بتاعه إنك أنت بتبرمج الحاجة على أساس الحاجة المناسبة ليه. وقت ما أنت كفريلانس شغلك يبقى ناجح، هتلاقي ترشيحات من ده، هتلاقي ترشيحات من ده، هتلاقي ترشيحات من ده. ونروح للنقطة التالتة: إنك أنت بحد ذاتك ممكن تعمل مشروع خاص بيك، وكمان هيبقى عندك العقلية إنك فعلا تمسك مشروع كامل وكمان تبنيه بالشكل المناسب لوضعك، لوضع الحالة، الفكرة اللي أنت بتعملها. فبالتالي تضمن إن البيزنس أو المشروع اللي أنت شغال عليه يبقى فيه فرصة للنجاح، لأنك كتكنيكال ماني صح.
باني له وضع كذا، وباني له وضع كذا، وباني له وضع كذا. طبعًا بالنسبة لحوار تعلُّم الsoftware engineering فللأسف الشديد ما فيش فيديوهات كتير، فأنت ممكن تضطر إنك تبحث عن كُتب أو تسأل ChatGPT يقول لك إيه الsoftware engineering process وإيه الحاجات الsoftware engineering بيتبني على أساسها. وأنا في نفس الوقت بشكل مش هاقول في وضع قريب، ولكن ممكن نخلّي الشهر الجاي أو اللي بعده أنزّل بعض الحاجات أو بعض الكورسات الخفيفة عن الموضوع الخاص بالsoftware engineering وإيه وإزاي تكتسب العقلية دي، وإزاي أصلًا أي software أي requirement بتيجي لك بمعنى أي متطلبات من عميل تبدأ إزاي عشان تبني من حيث الsoftware engineering analysis اللي بعد كده بتحوّلها لdesign لبعض الحاجات اللي على أساسها بتروح تبني الكود وهكذا. والفرق طبعًا ما بين الagile اللي فيه iteration سريع أو الwater flow اللي هو بيبقى كله ورا بعضيه. وبس. فركّز على إنك تفكّر وشغلك يبقى على أساس الحالة، مش إنك تمشي على خطوات في كل حالة. بس، سلام.